مشكلة البنت اللي هي جوزها اتجوزت واحد أكبر منها ب15 سنة. أول حاجة احنا يعني بنقولها دايما مينفعش تتجوزي واحد أكبر منك، حتى لو مش بتفكري عشان نفسك، فكري عشان أولادك. 15 سنة ياما جدا. ما أعتقدش إن يبقى زوجك أكبر منك بأكتر من 7 سنين أو 8 سنين، كده كتير قوي. أكتر من كده انتي تعملي فرق ليكي ولأبنائك، على الأقل ما تفكريش في نفسك بس. هو ممكن يكون مثلا خرج وراح ولف، انتي عايزة تتجوزي عشان تخرجي وتروحي تلفي، هو مش عايز الحاجات دي لأن هو خلاص اوريدي عملها. فحاولوا يا جماعة تفكروا قبل الجواز، لأن النقطة دي مهمة جدا. فرق السن مهم جدا للأولاد. هيبقى جوزك ماشي كبير وانتي على الأقل بتحاولي تتفاهمي معاه، بس أولادك هيتربوا ازاي؟ أبوهم أكبر منهم بكتير، جيل بعيد عن جيلهم خالص. عشان ينزل لأفكارهم بعد 20 سنة، يبقى الولد عنده 20 سنة والده يبقى عنده 60، صعب جدا. ما تفكروش في نفسكم بس. اما بالنسبة لمشكلة البنت نفسها يعني، فانا اعتقد ان فكرة ان انتي عايزة تحلي الموضوع وتفكري الحل ده بداية الحل اصلا. حاولي تفهميه انتي بتحبي ايه او لغتك ايه في الحب. وتفهمي هو عايز ايه، توفري له اللي هو عايزه، وانتي توفري لنفسك طريقة تفهمي بيها انتي محتاجة ايه او عايزة ايه، او حياتك بتمشيها ازاي. عشان الحياة تبقى معاكم كويسة لازم كل واحد فيكم يعرف لغة التاني عشان يتكلم بيها. مينفعش انتي تتكلمي بلغتك وهو يتكلم بلغته. كل واحد فيكم لازم يتكلم باللغة اللي بيحبها الشخص اللي قدامه. عشان فعلا حياتكم تمشي صح لازم توصلي له انتي بتحبي ايه، ولازم تعرفي كويس قوي هو بيحب ايه. ونصيحة للجميع يعني او اللي مقبلين على الزواج، اذا حبيتوا فعلا تعرفوا اكتر عن حياة زوجية سعيدة لازم تقروا كتاب لغات الحب الخمس. ده كتاب هيوفر لك ويوفر لك انت كمان طريقة تعرف بيها لغة اللي قدامك، وتعرف تعرفه لغتك ازاي. هيخلي الامور سهلة وسلسة، وحياتكم الزوجية تبقى سعيدة ان شاء الله. الكتاب ده بيتكلم عن ان كل واحد فينا ليه لغة، بيحب اللي قدامه يبينها له، بيحب اللي قدامه يراعيها. وللأسف كل واحد فينا بيحاول يوصل لغته اللي قدامه بالطريقة اللي هو عايزها. يعني أنا مثلا بحب الهدايا فبقوم جايبة للي قدامي هدية. لا يا فندم، هو اللي قدامك بيحب الكلام، بيحب ان انت تقوله بحبك، بعشقك، انت احسن راجل في الدنيا، او انت احسن بنت، او انت اجمل بنت. هي لغتها كده، لو جبت لها هدية مش هتعجبها، يعني مش هتفرق معاها. لازم تكلمها بلغتها هي، لازم تفهم لغة اللي قدامك. فانتي البنت اللي هي بتاعت المشكلة دي، عشان حياتك تبقى كويسة ان شاء الله وتعرفي تحلي المشكلة اللي معاكي دي، لازم تعرفي لغتك ايه وتعرفي لغته ايه وتتعاملي على هذا الاساس، عشان ان شاء الله ربنا يسعدك والدنيا تبقى كويسة جدا. وده حاجة جميلة قوي ان انتي بتحاولي تحلي المشكلة، خاصة ان انتي جايلك بيبي ان شاء الله. فعشان تعرفي تتعاملي مع البيبي ومع جوزك، وجوزك يتعامل معاكي بطريقة كويسة وسليمة، وتبتدي فعلا تبتدي من اول وجديد، بعيدا بقى عن فرق السن واي حاجة. انتي خلاص متجوزة، بس عايزة تتعاملي من اول وجديد على طريقة جديدة، اللي هي لازم هو يفهم انتي شعورك ايه واحتياجاتك ايه كحب عامة، يعني كلغة عامة، ويوفرها لك، وانتي بالمقابل برضك بتوفري له اللغة اللي هو محتاجها عشان تكملوا بعض. عشان الأسرة اوريدي المفروض ان انتوا تكملوا بعض، عشان ان شاء الله ابنك الصغير لما يجي او بنتك ان شاء الله تحيا حياة سعيدة ان شاء الله، وربنا يسعد الجميع يا رب. والناس اللي مش ما عندهاش وقت تقرا الكتاب او عايزة اختصار ليه، انا ممكن ابقى اوفر لكم الكتاب في اختصار سريع ليه لأهم نقط فيه.